وده هو وينج بيفتح عينه بيلاقي نفسه في غرفة نوم، بيكون متكتف من ايديه الاتنين، فبيكون مصدوم بيلاقي الفتاة دي واقفاله بإثارة. بعدها بتقرب منه بتعرف ان هي هتفعل البونجا بونجا علشان تقدر تسترد الطاقة الروحية اللي هو سرقها منها، وانه مستحيل يهرب منها، وبتبدأ تشرح ملابسها وتقرب من لينج، فلينج بيكون مصدوم وبيحاول يوقفها. وبعدها بنرجع قبلها بيوم، وده هو لينج بيكون شغال في مناية حارس امن. في الوقت ديت بنشوف الفتاة ديت وهي ماشية في نفس المبنى، وبتطلع عند السطح وبتقدر تستخدم قوتها الروحية وبتقطع الكهرباء. فلينج وصديقه ليه بيكونوا مصدومين. صديقه ليه اللي بيكون شغال في المبنى من قبله بيعرفه ان هو يروح يشوف ايه اللي حصل في الكهرباء. فلينج بيتضايق جدا لان صديقه بيخليه يعمل كل حاجة بنفسه، اما هو بيكون قاعد. وفعلا لينج بيبدأ ينور كشاف موبايله ويبدأ يتمشى في المناية ويشوف ايه اللي حصل. بيكون خايف جدا يكون في لصوص في المكان بيحاولوا يسرقوا المكان، وبيبدأ يمشي لحد ما بيوصل عند السطح وبيلاقي قفل السطح مفتوح، فبيتصدم وبيتوقع ان اكيد في لصوص عايزين يسرقوا المناية. بنروح للفتاة وهي داخل السطح بتكون واقفة وبتجمع قوتها الروحية علشان تقدر تستخدم مجموعة الكوارث وتشوف اضرارها عليها، وبتكون متوترة جدا، ولكن فعلا بتبدأ تستخدم قوتها الروحية اللي بتحيط جسمها في كل مكان. في الوقت ده لينج بيدخل السطح فبيتصدم اول ما بيلاقي فتاة طايرة في السماء، والفتاة اول ما بتشوفه هي كمان بتكون مصدومة. الفتاة بتزعق بتحاول تبعد لينج، ولكن مرة واحدة صعقة كهربائية بتصطدم بالفتاة ديت وبتوقعها على الارض مغمى عليها. فلينج بيكون مصدوم وبيخاف، بيقرب من الفتاة بيلاقيها ان هي فتاة جميلة جدا ومثيرة، بيحاول يقرب منها ولكن بيكون محرج لانه عمره ما قرب من فتاة قبل كده، ولكن بيتملك نفسه وبيقرب منها وبيقبلها. في الوقت ده بنشوف طاقة جبارة بتخرج من بطننا وبتحيط بطننا والفتاة، ولكن لينج بيكون مش واخد باله ومركز في موضوعه. بعد كده بنروح للفتاة اللي بيكون اسمها لي، بتفتح عينيها بتلاقي نفسها في مكان غريب، بتلاقي والدتها اللي اختفت من سنين بعيدة، فبتكون فرحانة جدا بتحاول توصل لوالدتها، ولكن والدتها بتطلع تجري وبتهرب منها. لي بتحاول توصل لها ولكن مش بتعرف، والدتها بتختفي. بنروح للينج وهو قاعد بيقبل في الفتاة وبيكون مستمتع جدا وفخور بنفسه، ولكن مرة واحدة بيلاقي الفتاة لي بصاله، فبيتصدم لما بيلاقيها بصاله بكل غضب. مرة واحدة بتلزعه قلم على وشه بيقع على الارض، فبيتصدم بيحاول يشرح لها بيعرفها ان هي اغمى عليها، فهو كان بيحاول يساعدها ويصحيها، ولكن ليه بتكون متضايقة جدا بتزعق له وبتعرفه ان ديت كانت قبلتها الاولى، وكانت تتمنى ان هي تكون مع الشخص اللي هي حبته، ولكن هو سرق منها القبلة الاولى. فلينج بيقول لها تمام احنا كده متعادلين، دي كمان كانت القبلة الاولى ليا، ولكن ليه بتكون متضايقة جدا بتضربه بالقلم مرة تانية على وشه وبتسيبه وتمشي. فلينج بيكون متضايق جدا وقاعد بيعيط لان ليه بتكون ايديها تقيلة حبتين. بعد كده ليه بتكون ماشية في المناية وهي قاعدة متضايقة جدا، بتفتكر الشخص اللي بسببه خسرت اول قبلة ليها وبتكون متضايقة جدا، بتقعد تفتكر في ذكرياتها مع والدتها. في الوقت ده بتحس ان طاقتها الروحية بتقل، او بمعنى اصح بتمتص، بتقع على الارض وبتكون حاسة ان هي تعبانة جدا. بنروح للينج اللي بيكون روح ونايم، بيكون حاسس بالتعب وبنشوف الاشياء من حواليه بتطير، ومرة واحدة طاقته الروحية بتاعت لينج صديقي بتتفجر خارج جسمه وبيظهر ضوء قوي جدا. تاني يوم بنروح للينج هو قاعد في الحديقة، بيكون مش فاهم ايه اللي حصل وايه سبب التعب اللي اتعرض له امبارح، ولكن بيكون مش مركز وبيبدأ يتفرج على الصور اللي بيكون فيهم عريضات ازياء مثيرين جدا، وبيبدأ يبص على كل الصور اللي متعلقة حواليه وبيكون معجب بفتاة جدا. في الوقت ديت لينج بيشوف ليه وهي نازلة من المناية، فبيكون مصدوم وبيقول دي تلك الفتاة. في ذلك الوقت بنروح لواد سامج بيكون واقف قدام المناية، من الواضح ان هو غني جدا. اول ما بيشوف ليه بيجيب البوكيه الورد اللي كان راكنه وبيقرب من ليه وبيعرض عليها ان هي تكون حبيبته، فبترفض وبتتجاهله تماما وبتمشي. فالواد السامج ده بيتضايق، بيطلع تذكرتين لسلمى للفيلم المفضل لليه وبيعرض عليها ان هم يروحوا سويا. فليه بتبص شوية ولكن بترفضه برضه وبتسيبه وتمشي. فلينج بيكون قاعد بياكل في الشيبسي وهو في منتهى السعادة من اللي بيحصل وبيكون بيتابع الموضوع. في الوقت ده بتظهر عين غريبة في المكان، بتقول من الواضح ان استيقظ متطور جديد، تعال نشوف مهاراته، وبيختفي مرة تانية. بعدها بنروح للعمود ده اللي بيكون متعلق عليه صور للفتاة اللي لانج معجب بيها، بنلاقي ان المسامير بتتفك ومرة واحدة بتقع من على المناية، فكل اللي موجودين تحتها بيتصدموا وبيجروا ما عدا فتاة مش بتلحق وبتكون مصدومة وخايفة. في الوقت ده
ديت لينج بياخد باله، فبيطلع يجري وبيبدا يحذر الفتاه ديت، بيجري علشان يوصل لها ولكن بيكون بعيد جدا، والميناء والعمود خلاص هيقع عليها. في الوقت ده بدون ان يحس لينج بيستخدم قوته الروحيه يا صديقي، بيقدر يبعد العمود ديت وبيكسره ويفتفت وبيقدر ينقذ الفتاه، ولكن لينج بيغمى عليه بعدها. فالفتاه اللي انقذها بتجري عليه وبتكون خايفه عليه. بعدها بنروح للينج بيفتح عينه بيلاقي نفسه في غرفه نوم، وبيلاقي ليه واقفاله باثاره، وبيلاقي نفسه متكتف من ايديه الاتنين واللي بتكون قدامه. فبيتصدم وبيقول لها انت مين وعايزه ايه، ولكن ليه بتقرب منه وبتعرفه ان هو سرق منها الطاقه الروحيه بتاعتها، فهي عايزه ترجعها له وبتبدا تشلح ملابسها، بتعرفه ان هما يفعلوا البونجا بونجا. فلينج بيتصدم، بيحاول يوقفها وبيقول لها طب تمام نتكلم شويه الاول. فبتقول له تمام، وبيسالها هي مين، فبتتضايق وبتقول له انت هتستهبل، بتستخدم قوتها الروحيه وبتطلع سيف من طاقه البرق، وبتقول له عندك خيارين، اول خيار اني اقتلك واخد الطاقه الروحيه بتاعتك اللي انت سرقتها مني، او الخيار التاني انك تتجوزني ونطور قوتنا مع بعض بما اننا تقسمنا الطاقه الروحيه في اجسادنا. فلينج بيتصدم وطبعا بيوافق على الخيار التاني وانه يتجوز من لي. بعد كده بنروح للي ولينج وهم في الاسانسير بيكونوا خارجين من الغرفه وطالعين للسطح المنايه اللي بيكون اعلى منايه في الصين. لينج بيكون متوتر جدا ومش مصدق انه هو ولي خلاص هيتجوزوا، وبعد ما لي عرفته كل شيء وعن عالم المتطورين وعن القوة الروحية اللي حاليا بقت داخل جسمه، فهو لازم يحارب المتطورين، لان المتطورين دايما الاقوى هيحاولوا يدوروا على الضعفاء علشان يقتلوهم ويستولوا على قوتهم. فبيسألها هم المفروض يعملوا ايه، فبتعرفوا ان هم دلوقتي هيتدربوا. فلي بتعرفوا ان هم دلوقتي هيطلعوا على سطح المناية ديت علشان تدربوا على المهارات الابتدائية علشان يقدر يدافع عن نفسه لو قابله اي خطر يهدد حياته. فلينج بيطمن. بعد كده بيطلعوا للمناية ولينج بيسأل ليه هل هم هيتدربوا هنا صح، فبتقول له اكيد. فبيقول لها وانا المفروض اعمل ايه دلوقتي، فبتعرفوا ان هو هينط من المناية ديت على الارض. فبيتصدم وبيقول لها انت مجنونة اكيد انا هموت، ولكن ليه مش بتسمع كلامه، بتزقه وبترميه من على المناية. فلينج بيتصدم، بيكون مش عارف يتصرف ازاي، بيحاول يستخدم قوته الروحية اللي استخدمها من قبل ولكن بيكون مش عارف يستخدمها ازاي، بيكون خلاص هيقع وبيقول شكلي هموت، الفتاة ديت غدرت بيا علشان تحصل على قوتي، وبيكون هيعيط وبيفضل يصرخ. ولكن تفتكر ان هو هيموت يا صديقي؟ اللي هي والله مرة واحدة ليها كمان بتنط من المناية، بتقرب من لينج وبتقرب منه وبتحضنه، بتعرفه ان هي مستحيل تأذيه لان هي وقعت في حبه وبتقبله. مرة واحدة لينج بيقدر يستخدم قوته الروحية، بيطلع له جناحات وبينزل على الارض بالسلام. مش بس كده كمان بيطير وبيقرب من القمر وبيكون شايل ليه وبيعرفها ان هو شخص كاريزما. هل هي وقعت في حبه بجد؟ فليه بتكون وشها احمر ومحرجه جدا وبتقول له نزلني، فبيقول لها لا خلينا طايرين شويه. فبتتضايق، بتستخدم قوتها الروحيه وبتطير، بتمسكه وبتوقعه على المنايه من تاني، بتعرفه ان لو هو اتغر من نفسه او شايف ان مفيش حد اقوى منه فهو بيتوهم لان في كتير اقوى منه. بتحذره ان هو يبين طاقته الروحيه لاي حد لانه ممكن يهدد حياته بالخطر، وبتفضل تخنق فيه وتعاقبه. فلينج بيكون مصدوم وبيعرفها ان هو مش هيعمل كده تاني وبيعتذر منها. بعد كده بتبدا تحكي له عن المتطورين، بتعرفهم ان دولت اشخاص بيقدروا يحصلوا على الطاقه الروحيه في سن مبكر جدا علشان هم بيبقوا مميزين عن البشر العاديين، وهم بيختفوا مع البشر في الاماكن اللي هم عايشين فيها، وبيبداوا يصطادوا المتطورين الاضعف منهم علشان يقدروا يتغذوا على الطاقه الروحيه. ولكن في بعض المتطورين مش بيفرق اي نوع هو حابب، بيتغذى على جميع البشر. ولكن في احد الايام في شخص عمل منظمه، والمنظمه ديت بقى يصطاد المتطورين الاضعف منه ويخليهم يبقوا خدام عنده ويصطادوا البشر العاديين وياكل لحمهم علشان يقدر يتغذى. بعد كده بنروح للمكان الغريب ديت، بنشوف المعلم ديت وهو قاعد بيكون حاسس بطاقه لينج وبيقول طاقه السلف الاول ظهرت، انا لازم احصل عليها. بينادي على المساعده بتاعته اللي بتكون قاتله مأجوله، بيعرف ان هو لقى الشخص المناسب وبيأمرها ان هي تدور عليه وتجيبه حي علشان يقدر يستحوذ على طاقته الروحيه. فالقاتله بتقول له تمام، وفعلا بتبدا تنطلق وتدور على لينج. تاني يوم بنشوف الواد السمج هو بيكون واقف ومستني ليه، واول ما بتيجي بيتصدم لما بيلاقيها مع لينج وبيكون متضايق جدا، ولكن بيقرب
بتهرب من لي بيرحب بيها وبيعرض عليها ان هم يخرجوا في موعد غرامي سويا، ولكن لي بتقول له انا اسفه انا حاليا مرتبطه بلينج واننا خلاص هنبقى زوجين، مش بس كده كمان احنا قضينا ليله كامله في غرفه الاوتيل. فبيتصدم وبيقول ليه، بيمسك لينج وبيقول له على فكره الفتاه ديت تخصني انا وبس ابعد عنها. فلينج بيكون مصدوم، ولكن في الوقت ديت ليه بتضرب الواد السمج وبتوقعه على الارض، بتعرفه ان لينج ده بيكون زوجها وانه المفروض يبعد عنه لان لو ما بعدش عنه فهي هتخلص عليه. فالواد السمج بيكون مصدوم ومش مصدق ان هي رفضته. بعدها بنروح للكافيه ديت وليه بتكون بتزعق للينج وبتقول له ايه التليفون الحقير اللي انت ماسكه ديت، بتجيب له موبايل جديد تاتش حديث يا صديقي وبتعرفه ان هي سجلت رقمها ومعلوماتها هي بس وانه التليفون ديت هيكون ليها هي وبس ويكلمها هي وبس. فلينج بيكون فرحان جدا باهتمام ليه فلينج بيكون في منتهى السعاده لان بيشوف اهتمام زوجته المستقبليه. بعد كده ليه بتبدا تعرفه عن مراحل التطوير وازاي يكثف قوته الروحيه ويطورها. بعد كده ليه بتعرفه ان هم لازم يتطوروا في اسرع وقت ويطوروا نفسهم وقوتهم الروحيه، ولكن بتتضايق وبتعرفه ان هم الاتنين كل واحد صعب ان هم يطوروا من نفسهم لوحدهم، لازم يكون احنا الاتنين سويا. فبتقول خلاص مش مهم وبتطلب من لينج ان هو وبتكون هتمشي، ولكن لينج بينادي عليها بيقرب منها وبيطلب منها ان هي تحجز غرفه في الاوتيل النهارده علشان يقضوا اليوم ويفعلوا البونجا بونجا، قصدي يا صديقي ان هم يعني يتطوروا. فبيبص على ليه بيلاقيها متضايقه جدا وبتتعصب فبيعتذر منها وبيخاف منها، بيكون هيمشي ولكن ليه بتمسك ايده وبتقول له تمام يلا بينا نروح دلوقتي، والاتنين بيطلعوا يجروا يا صديقي وهم في منتهى السعاده. بنروح للقاتله المأجوره وهي بتدور على الشخص ان المعلم امرها ان هي تدور عليه، بتكون متحمسه جدا وبتوصل للمكان اللي لينج استخدم فيه قوته لاول مره وبتقول الطاقه الروحيه ظهرت هنا. بتكون متحمسه جدا عشان توصل للشخص اللي هي بتدور عليه. بتفضل تبص في المكان على الاشخاص ولكن بتلاقيهم ان هم عديمين الفايده وعديمين الطاقه الروحيه، مش بتلاقي اي حد. فبتقرر ان هي تستخدم سلاحها السري، بتبدا تنشر صورها يا صديقي المثيره والجميله والرائعه في كل مكان وبتبدا تستخدم تعاويذها على الشباب الموجودين في المكان. وفعلا بتبدا تقعد مع عدد كبير جدا من الشباب وبتقابلهم، كل الشباب دولت بيكونوا معجبين بالقاتله ولكن القاتله بتلاقيهم عادي من الفايده وبدون طاقه روحيه، وبتفضل تضرب في واحد تلو الاخر لانهم بيكونوا عايزين يفعلوا البونجا بونجا. وبعدها بنشوف القاتله وهي متضايقه جدا ومتعصبه لان كل الشباب طلعوا حرفيا عباره عن منحرفين وما عندهمش طاقه روحيه، وكمان الوقت عدى وما لقتش لينج. في نهايه اليوم بتتوصل ان هي هتستخدم سلاحها السري التاني وبتكون متضايقه جدا لان لو سلاحها السري فشل هي هتدور على خطه اذكى. وبالليل بنروح للينج وهو بيكون نايم في غرفته، بيلاقي صديقه لين وهو قاعد بيتكلم فتاه على النت وبيكون مطيع جدا لابعد الحدود مع الفتاه ديت. فلينج بيتصدم وبيشوف ان صديقه تم لعنه من قبل الفتاه اللي هو بيكلمها، وفعلا الفتاه دي بتطلب من لين ان هو يقابلها دلوقتي. فليه بدون اي وعي منه بيروح علشان يقابلها. فلينج بيتصدم، بيقرر انه يروح ورا صديقه علشان يقدر ينقذه قبل ما الفتاه دي تعمل فيه حاجه. بعدها بنروح للي وهو قاعد ماشي وبيدور على الفتاه وهو مغيب للوعي تماما. وبنروح للينج وهو بيكون ماشي ورا لي وبيكون خايف عليه جدا. في الوقت ده لي بيوصل عند القاتله اللي بتكون متنكره، بتبدا تستخدم قوتها وبتعرف ان هو الشخص ديت ما عندهوش طاقه روحيه، فبتتضايق جدا وبتاخد بعضها وبتمشي. ولكن ليه بيفضل يقول لها انا بحبك وبيفضل يقرب منها، فالقاتله بتتضايق وبتهجم عليه وبتضربه وبتبعده. في الوقت ده بيظهر لينج قبل ما صديقه يقع على الارض وبينقذه وبيستخدم طبعا طاقته الروحيه. فالقاتله اول ما بتشوفه بتكون فرحانه جدا وبتقول اخيرا انا لقيت الشخص اللي انا بدور عليه. فلينج بيكون مش فاهم اي حاجه. مره واحده بيلاقي صديقه بيقول له انت ملاك الحب، انت اللي انقذتني. بيفضل يتلزق فيه وبيقول له انت حبيبي. فلينج بيتصدم وبيبعد عنه. بيبص على القاتله بيلاقيها ان هي اختفت تماما. فلينج بياخد بعضه وبيطلع يجري من المكان لان صديقه بيكون اتهبل حبتين. ولكن اثناء وهو بيجري القاتله بتكون طايره حواليه وبتضربه بسهم الحب وبتقدر تسيطر عليه وبتقدر تلعنه. فالقاتله بتقول له بشكل مثير جدا يا حبيبي انا مستنياك في سطح المنايه، تعالى بسرعه. فلينج بدون اي وعي منه بيروح عند المنايه. بيفضل وهو رايح يكرر انا بحبك انا بحبك لحد ما بيوصل للمنايه وبيوصل عند القاتله
القاتلة وبيقرب منها، فالقاتلة بتكون فرحانة جدا، بتجهز تعويذة علشان تقضي عليه وتقتله. ولكن في الوقت ده لينج بيركع وبيعرض عليها ان هي تتجوزه لانه من اول ما شافها وقع في حبها. فالقاتلة بتكون مصدومة لما بتلاقيه بيطلع قطعة لحم وبيقول لها ده مهرك يا عروسة. فالقاتلة بتكون مصدومة، بتلاقي لينج بيقرب منها وعايز يقبلها، فبتكون متضايقة جدا، بتتصدم، بتستخدم قوتها وبتضربه بوكس، بتبعده وبتوقعه على الارض. بتكون متضايقة جدا، بتستخدم تعويذاتها على لينج وبتفك اللعنة بتاعتها. فلينج بيفوق وبيقول هو انا بعمل ايه هنا؟ فالقاتلة بتتضايق، بتقول له ازاي مختل بتعرض عليا الجواز؟ فبيتصدم وبيقول لها ما حصلش، انا ما عملتش كده، لو ليه عرفت كده فهي هتقتلني. بعدها القاتلة بتستعد وبتطلع سيفها النار علشان تقضي على لينج. فلينج بيكون مصدوم وبيقول لها انتي متطورة وعايزة تخلصي عليا صح؟ فبتقول له بالضبط. في الوقت ديت لينج بتجيله فكرة، بيقول لها ايه ده ليه انت جيتي امتى؟ فالقاتلة بتخاف وبتبص وراها، فلينج بيخدعها وبيطير وبيحاول يهرب من المكان، ولكن اقل من ثانية بتكون القاتلة وراه وبتمسكه وبتضربه على المناية. فلينج بيقوم مش بيلاقي بنطلونه، فبيكون مع القاتلة. فالقاتلة بتقول له هو في سبت البنطلون بتاعك لاي حد كده؟ فلينج بيتصدم وبيقول لها انت اللي اخدتيه. فالقاتلة بتتضايق جدا، بتجهز هجوم ضخم جدا علشان تقضي على لينج. في الوقت ده لينج بيكون مصدوم، ولكن مرة واحدة هجومها بيختفي قبل ما يوصل للينج. ايوه يا صديقي، ليه بتكون وصلت المكان؟ فلينج بيكون فرحان جدا وبيقول لها ليه بجد انت وصلتي؟ فليه بتكون متضايقة جدا وبتسأله عن بنطلونه، فبيعرفها ان القاتلة خدته عافية. بعدها القاتلة بتقول له انت ليه صح، وبتعرفها ان لينج عرض عليها الزواج من قبل بس هي رفضت. فليه بتتصدم وبتقول له عرضت عليها الزواج. فلينج بيخاف وبيقول لها لا ما حصلش، كدابة، هي ضحكت عليا. فليه بتكون متضايقة. فالقاتلة بتقول لها اكيد، ما انا اجمل منك واحسن منك. والاتنين بيقعدوا يا صديقي يتخانقوا وبيسيبوا القتال على جنب، وكل واحدة بتقول ان هي احسن من التانية، وكل واحدة بتقول انا هتجوز لينج، لدرجة ان هما الاتنين بيمسكوا لينج في نفس الوقت وبيقربوا منه، بيقولوا له هو انت هتتجوز مين فينا؟ فلينج بيكون مصدوم ومش عارف يرد عليهم. فالاتنين بيتضايقوا، هما الاتنين بيضربوه وبيبعدوه. بعد كده القاتلة بتتضايق جدا وبتقول لها انت في مرحلة التكثيف، التانية ازاي عايزة تهاجميني وتقضي عليا؟ ده انا في مرحلة التكثيف التالتة. فبتقول لها وريني اخرك. وفعلا الاتنين بيبداوا يستخدموا قوتهم وبيستعدوا للهجوم على بعض. في الوقت ديت لينج بيفتكر كلام لي لما عرفته ان هو لو في يوم من الايام واجه متطور اقوى منه فهو الحل الوحيد انه يهرب، لانه مستحيل يقدر يهزمه، فيهرب قبل ما يقتله وينجو بحياته. بنرجع للحاضر والفتاتين بيبداوا القتال يا صديقي، الاتنين بيهجموا على بعض بهجمات مميتة حرفيا، والاتنين بيبداوا يتصدوا لبعض. ولكن من الواضح ان القاتلة بتكون امهر من لي، بتقدر تسيبها وبتجرحها، ولكن لي بتكون اذكى، بتخدعها وبتضربها. بعدها بتكلم لينج، بتعرفه ان هو يهرب من هنا فورا، فبيقول لها مستحيل اسيبك. فبتعرفه ان هي تقدر تسيطر على القاتلة، وبعدها هيتقابلوا في الفندق. فلينج بيسمع كلامها وفعلا بيطلع يجري ويهرب من المكان. بعد كده القاتلة بتتحمس جدا وبتبدأ تهجم على لي بهجمات سريعة. فلي بتكون مصدومة، بتحاول تصد هجماتها، ولكن القاتلة حرفيا بتكون في مستوى تانية وبتكون مجنونة من القتال، بتهجم على لي بهجمات قاتلة جدا وبتقدر تجرحها. ومش بس كده، كمان بتمسكها وبتعرفها ان هي مستواها ده مستحيل تقف قدامها، وبترزعها على المناية وبتفضل تضرب فيها. تستخدم الكرباج الناري يا صديقي وبتفضل تجلد في لي. بعدها القاتلة بتجهز هجمة اللهب عشان تقضي على لي. فلي بتكون مصدومة، بتحاول تتصدى للهجمة ديت، ولكن بتحس ان طاقتها خلاص بتنهار. تفتكر يا صديقي ان لينج هيوصل للي وينقذها ويرجع؟ قولها معايا يا صديقي. لا والله، ده بيكون مستمر في الجري وبيكون خايف على نفسه ومش عارف يعمل ايه. بعدها بنرجع للي اللي اخيرا قدرت تصد الهجمة ديت بصعوبة، وبتقع على الارض وبتكون مش قادرة تتمالك نفسها. في الوقت ديت القاتلة بتقرب منها، بتعرفها ان خلاص حبيبها مستحيل يجي ينقذها، وان هنا نهايتها هتكون. عرفها ان هي بعد ما تقتلها هتروح تفعل البونجا بونجا مع حبيبها، وبعدها هتتجوزوا. وبعدها بتجهز السهم القاتل وبتهجم على لي علشان تخلصها. فلي بتكون مصدومة ومتوقعة نهايتها وبتغمض عينيها، ولكن مرة واحدة بتحس ان في حاجة جت على وشها. بتفتح عينيها بتلاقي ان لينج يا صديقي وصل للمكان وخد الضربة في قلبه هو وانقذها. بيقع على الارض جنب لي، بيعرفها ان هو اول ما شافها وهو واقع في حبها وبيتمنى ان هي تكون زوجته في المستقبل، بيعترف بحبه ليها. فلي بتكون مصدومة، بتبدأ تعيط لان هي كمان
بتكون وقعت في حبه وبتكون زعلانه جدا ومنهاره. في الوقت ده القاتله بتمسك لينج وبتضربه وبتبعده عن لي. بعدها بتروح للي وبتفضل تضرب فيها قدام لينج، فلينج بيكون ما عندهوش اي طاقه يدافع عنها وبيفقد الوعي. بعدها لينج بيفتح عينه بيلاقي نفسه في مكان عامل زي الاكوان، بيبص قدامه بيلاقي الشخص ديت، وده يا صديقي بيكون السلف الاول والخالد رقم 1. فلينج بيكون مصدوم ومش مصدق ان الشاب ديت هو خالد. فالشاب ده اللي بيكون اسمه تشياو بيطلع سيفه، وبمجرد ما بيهز السيف بيقسم الكون اللي جنب لينج. فلينج بيكون مصدوم وبيتاكد فعلا ان ديت هو الشخص السلف الاول تشياو. بعدها تشياو بيعرفوا ان هو حاليا بقى حفيده، وان هو بقى وان هو عنده الطاقه الروحيه للسلف الاول، وعلشان كده هو هيساعده لانه بيحتوي على طاقه اسطوريه ونادره جدا نقيه 100%. بيعرفوا ان هو بعد ما تم اصابته اصابه خطيره جدا وانه كان على فراش الموت، فهو كده هيديله الطاقه بتاعته بالكامل وهيصبح متطور خالد. فلينج بيكون مصدوم. بعدها السلف الاول بيبدا يجهز طاقته وبيديها لينج، وبيعرفوا ان هو حاليا لازم يكون اقوى علشان يحمي الاشخاص الغاليين عليه، وبيودعه ويسيبه. فلينج بيكون مصدوم. بعدها لينج بيبدا يفوق، بيفتكر ذكرياته وازاي ليه بقت تساعده وخطرت بحياتها علشان تنقذه، وان هي اتأذت كتير. بيشوفها وهي بتكون خلاص على وشك ان هي تموت. تفتكر ان هي هتموت يا صديقي؟ قولها معايا. لا والله، مره واحده بيحصل انفجار ضخم جدا في المكان، انفجار طاقه يا صديقي بطلنا لينج اللي بتحوط بطلنا، وبيقدر ينقذ لينج من القاتله. ولينج بنشوفه هو بيكون على شكل السلف الاول وبيكون متطور جدا. فالقاتله اول ما بتشوفه حرفيا بتترعب وبتعين ان يواجه شخص بالقوه ديت. هو ازاي حصل على القوه ديت في وقت قصير جدا؟ بتكون مرعوبه. ولكن لينج بيكون واقف مع لي وبيطمن ان هي بخير. ولكن القاتله بتتضايق جدا، بتستخدم سيفها وبتهجم على لينج علشان تضربه، ولكن بات بمجرد انه بيرفع صبعه بيلغي هجومها حرفيا وبيدمر السيف. فلينج بتكون مصدومه، بتقع على الارض من الاصابات اللي هي اتصابتها في الهجوم، وبتعرف ان هي ديت نهايتها. فبتقرر ان هي ترمي نفسها من المبنى، وفعلا بتقرب من المبنى وبتعرف ان هو شخص قوي جدا وبترمي نفسها. ولكن المفاجاه ان لينج بينط وراها وبينقذها، بيطلعها على المنايه، بيعرفها ان هي فتاه جميله جدا وطيبه القلب. هما كانوا بيتقاتلوا عادي، فهي مش فهي ليه عايزه تقضي على حياتها. فالقاتله بتكون مصدومه وبتقول له انت شخص طيب القلب. بتعرفه ان هو ما يعرفش عنها اي حاجه. بتسيب المكان وبتهرب. في الوقت ديت ليه بتمسك لينج من ودانه وبتقول له انت عندك القوه الروحيه ديت من ايه؟ من امتى؟ انت بسرعه. فلينج بيتوتر وبيفتكر وعده للسلف الاول وانه مش هيقول على قوته الحقيقيه. بيبدا يالف لها اي كلام ويعرفها ان القوه ديت حصل عليها بالصدفه. ولكن ليه بتكون مش مصدقاه، بتضربه على دماغه وبتقول له انا حجزت غرفه للاوتيل علشان اعرف مصدر قوتك الحقيقيه، وبتسحبه على الاوتيل. وبعدها في غرفه الاوتيل ليه بتقفل الغرفه وبتقول له يلا قولي حصلت على طاقتك الروحيه امتى وازاي وفين. فبيتوتر ولكن بيبدا يلف ويدور عليها وبيكذب عليها. بيعرفها ان الاله القوه عطاله القوه دي علشان ينقذ زوجته المستقبليه. فليه بتكون مش مقتنعه، بتقرب منه وبتقول له في الحاله ديت انا لازم اشوف الطاقه الروحيه ديت بنفسي. فلينج بيترعب. بعد كده لينج بيلاقي نفسه متكتف على السرير للمره التانيه. بيلاقي ليه قدامه وهي بتقرب منه، بتعرفه ان هي هتعرف طاقته الروحيه بنفسها. بتقرب منه وبتقبله. بعد كده ميا بتتنقل لعقل الباطن للينج، ولينج هو كمان بيتنقل لذكريات لي. بعد كده لينج بيصحى بيلاقي نفسه على جزيره غريبه، بيشوف ذكريات لي مع والدته وقد ايه هم كانوا عايشين حياه سعيده جدا. في شيء تحت الارض بيبلعه، فبيلاقي نفسه في مدينه حرفيا مشتعل النار فيها في كل حته. بيسمع صوت صراخ لي فبيتصدم وبيطلع يجري وبيكون عايز يوصل للي وينقذها. بعدها بنروح للمكان ده اللي بيكون فيه الشيطان ديت بيقرب من لي وبيكون عايز يخلص عليها. في الوقت ديت لينج بيكسر الباب وبيدخل، بيوصل عند لي علشان يحميها. وبعد كده الاتنين بيفوقوا بيلاقي نفسهم نايمين على السرير، وبيشوف لي وهي قاعده منهاره وبتعيط. فلينج بيحضنها وبيواسيها لان الماضي بتاعها بيكون مؤلم جدا. بعدها بتبدا تحكي له عن حياتها وبتعرفه ان هي كانت ابنة عيله غنيه جدا، كانت تحتوي على 24 سلاح اسطوري من الطاقه الروحيه. ولكن في ذات يوم ظهر شخص غريب في القريه دمرها بالكامل، قضى على عائلتها وسرق كل الاسلحه ما عدا السلاح بتاعها وهو السلاح السماوي البري
الشرقي، وانه حاليا بقى الشخص ديت من اقوى المتطورين، وانه مش بس كده كمان بقى عنده قوة جبارة، وان هي في مستواه حاليا مش هتقدر تهزمه ابدا ولا تقرب منه. بتكون زعلانة جدا، ولكن لينج بيقرب منها وبيعرفها ان هو موجود هنا، وانه هو زوجها، وانه موجود هنا علشان يحميها، وانه هيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يحميها. فليه بتتوتر جدا، بتقرب من لينج وبتقبله. فلينج بيكون في غاية السعادة ومش مصدق ان الفتاة ديت اخيرا اعتبرته ان هو زوجها ووقعت في حبه. ويا بختك يا ابن المحظوظة. بعدها الاتنين بيبداوا يستمتعوا بوقتهم، والليل بيكون مش زي اي ليل خالص. بعد مرور كام ساعة لينج بيكون ماشي في الشارع وهو في غاية السعادة، لان اخيرا ليه اثبتت له ان هي بتحبه. بعدها بيروح للسكن بتاعه، واول ما بيدخل بيلاقي صديقه بيعرفه ان في ضيوف. فبيبص على السرير وبيلاقي ان القاتلة اللي اخيرا عرفنا اسمها بيكون سو، بتكون قاعدة على السرير بتاعه لابسة لبس مثير جدا. بتعرفه ان هي مستنياه من فترة طويلة، بتقول له اهلا بعودتك يا زوجي. فلينج بيتصدم. بعدها بيسألها هي بتعمل ايه هنا، فبتعرفه ان هي ما عندهاش اي مكان تاني، وبما ان هي هتكون زوجته التانية وهو عرض عليها الزواج فهي هتنام جنبه على نفس السرير. فلينج بيتوتر، ولكن صديقه بيقرب منه وبيعرفه ان هو ممكن يسيب لهم الغرفة ويطلع يتمشى شوية. فسو بتعرفه ان هو يعمل كده لانهم لازم يفعلوا البونجا بونجا، ولكن لينج بيمسك في صديقه وبيعرفه ان هو يفضل موجود، وبيكون متوتر جدا. تاني يوم بنشوف سو هي في المكان وبتكون واقفة ومتضايقة جدا. بتلاقي الشخص ده وهو بيقدم لها وردة وبيكون عايز يخرج معاها، ولكن بيكون مش لوحده، بيكون في طابور كامل من الشباب يا صديقي موهمين من جمال سو. ولكن سو بترفض كل ديت وبتكون مستنية لينج. في الوقت ده سو بتنزل من المناية، بتلاقي الواد السمج وهو واقف، واول ما الواد السمج بيشوفها بيعجب بيها جدا اكتر. بيقرب من ليه وبيقدم لها الخاتم، بيعرض عليها ان هما يتجوزوا. ليه بتكون مش مركزة مع الواد السمج، بتبص على سو اللي هي القاتلة وبتكون متضايقة جدا من وجودها. في الوقت ده لينج بيكون متوتر جدا. بيشوف سو بيرحب بيها، فليه اول ما بتشوفه بتقرب منه وبتقول له اهلا بعودتك يا لينج. فلكن سو بتجري على لينج بتحضنه وبتطلب منه ان هما يخرجوا يشاهدوا فيلم في السينما، وبتقرب منه وتحضنه. فلينج بيتصدم، ولكن الكل الشباب اللي بيكونوا معجبين من سو يا صديقي هما كمان بيتصدموا وبيقعوا على الارض. فليه بتتضايق جدا وبتحس ان الفتاة دي هتاخد زوجها منها، فبتقرب هي كمان وبتحضن لينج، والاتنين بيبداوا يتخانقوا. بنروح للواد السمج وهو واقع على الارض، بيكون مصدوم جدا لانه شايف ان الفتاة اللي هو بيحبها وفتاة اجمل منها بيتنافسوا على شخص فقير. بعدها بنروح للفيلم الرومانسي اللي بيكون شغال في السينما، وبيكون الكل مبسوط. بنروح للينج وبتكون ليه وسو بيكونوا ماسكين فيه. مرة واحدة سو بتقرب من لينج وبتقبله، فليه بتتضايق جدا وبتقرب منه وبتقبله، والاتنين بتشتعل بينهم طاقة الحرب وبيبداوا يتنافسوا على لينج اللي بيكون مصدوم ومش عارف يعمل ايه. في نهاية اليوم بيكونوا خارجين من السينما والجو بيمطر، كل شخص بيدي جاكيت لحبيبته، فلينج بيكون مصدوم. في الوقت ديت ليه وسو هما الاتنين بيجروا بياخدوا الجاكيت، بيفضلوا يشدوا فيه حد ما بيتقطع، ولينج يعني بيقع على الارض فبيكون مصدوم. بعدها الفتاتين بيجروا وبيحضنوا لينج وبيقولوا له انت بخير يا حبيبي، فلينج بيكون مصدوم. تاني يوم بنشوف لينج وهو بيكون ماشي وبيكون جايب هدية لعيد ميلاد ليه، وبيكون متوتر جدا لانه اول مرة يجيب هدية. وبيكون ماشي في الوقت ده الواد السمج بيكون جايب شوية بلطجية علشان يضربوا بطنة عشان هو قدر يخطف الفتاة اللي هو بيحبها. وفعلا لينج وهو ماشي بيلاقي السمج بيشاور عليه وبيعرف البلطجية ان هو ديت يكسروا عظمه، وفعلا البلطجية بيقفوا حوالين لينج وبيقطعوا عليه الطريق. فلينج بيتصدم، بيسألهم هم عايزين منه ايه، فبيعرفوا ان هم هيكسروا عظمه. فلينج بيتصدم ولكن بيخدعهم وبيقول لهم بصوا كده وراكم، فالاغبياء بيبصوا. فلينج بياخد بعضه وبيطلع يجري، فالبلطجية بيتضايقوا جدا وبيطلعوا يجروا وراه. فلينج بيحاول يهرب منهم، ولكن واحد فيهم بيقدر يكعبله ويوقعه على الارض لدرجة ان الهدية اللي في ايده بتقع. في نفس الوقت بتكون ليه وسو في المكان، فبيشوفوا حبيبهم وهو بيتأذى، فبيتصدموا. مرة
مرة واحدة سو بتتدخل وبتضرب الشخص ديت وبتضربه، بتقوله ازاي تتجرأ على لمس زوجي، ولكن مش هي لوحدها، ليه هي كمان بتضرب البلطجية، والفتاتين بيبدأوا يضربوا في البلطجية وحرفيا بيكسروا عظمهم وبيوقعوهم على الأرض. وبعد كده سو ولي بيجروا على لينج عشان يطمنوا عليه وبيقولوا له انت بخير يا حبيبي. في الوقت ديت الواد السمك بيكون شايف اللي بيحصل، بيقع على الأرض وبيكون مصدوم، بعدها بيفضل يصوت ويعيط زي الأطفال ويقول اشمعنى أنا. بعد كده لينج بيقرب من لي وبيديها هدية عيد ميلادها، بيعرف ان هو اول مرة يشتري هدية للفتاة فيا رب تعجبها. فبتفتح الهدية بتلاقيها ان هي جوارب للايدين في الشتاء، فبتتوتر جدا وبتشكره على الهدية لانها بتكون من الواضح عجبتها جدا. في الوقت ديت سو بتشوف ان لينج مهتم بليه اكتر منها، فبتتضايق جدا لانها دايما عايشة لوحدها، فبتتضايق جدا وبتمشي. في الوقت ده المعلم بتاعها بيكون شايف اللي بيحصل وبيقول لها من الواضح انك فتاة عديم الفهم، وبيكون متضايق جدا. في الوقت ده لينج بياخد باله ان سو ماشيه وبتكون متضايقه جدا، فبيفتكر نفسه لما كان دايما بيكون لوحده، فبيجري وبيقرب منها وبيعرض عليها ان هم يكونوا اصدقاء، فبتتضايق جدا وبتعرفه ان هي بتحبه وان هي عايزه تحصل عليه لنفسها وبس، فبيعرفها ان هم ممكن يبقوا اصدقاء دلوقتي وبعدها يشوف الموضوع ديت. ولينج بيعرفها ان هو حاسس بيها، عارف ان هي دايما عايشه في عالم كبير جدا لوحدها وان هو عايز يكون صديق ليها، فبتتوتر جدا وبتحس ان هي وقعت في حبه بجد وبتكون محرجه وبتوافق ان هم يكونوا اصدقاء. في الوقت ده لي بتقول له ابعد عنها وبتكون حاسه بالغيره يا صديقي. بعدها بنروح للمدرسه الثانويه ديت، بنشوف شخص مع فتاه وهم قاعدين بيتشاقوا وبيفعلوا البونجا بونجا. في الوقت ده بيوصل المعلم اللي هو الكاهن، بيكون متضايق جدا وبيشوف الفتاه والشاب، فالشاب بيحاول ينقذ حبيبته ولكن في النهايه المعلم بيقضي عليهم هما الاتنين. بعد كده سو بتوصل عند المكان المعلم بتاعها، بيكون هو كمان وصلوا معاه جثث الطلاب. بعدها المعلم بيسألها عن مهمتها، هل هي تخلصت من الشاب ديت، فبتتصدم وبتتوتر. بتعرف ان هي فشلت في المهمة وان هي لسه ما لقيتهوش اصلا، فبيعرف ان هي بتضحك عليه، فبيعرف ان هي قدامها 24 ساعة تقدر تلاقي الشاب ديت وتجيب له جثته، فبتتصدم وبتضطر ان هي تسمع كلامه. بعدها بنروح للينج وهو وسط الغابة، بيكون مستني سو لانها طلبت منه ان هم يتقابلوا في الغابه. بعدها سو بتوصل وهي لابسه لبس ممرضين يا صديقي مثير جدا. بعدها بتقف له، بتبدا تشلح ملابسها وبتعرفه ان هم لازم يفعلوا البونجا بونجا، فبيتصدم وبيرفض، بيقول لها ما اقدرش اخون، ليه؟ لانها لو عرفت هتقتلني. فبتقول له لا انت لازم تفعل البونجا بونجا، فبيرفض. فبتتضايق جدا وبتستخدم سلاحها وبتهجم على لينج، ولكن لينج بيقدر يصد هجمتها لانه بيكون يا صديقي تطور اكتر لدرجه ان الشجره اللي وراه بتتقطع. بعدها بيبدا يتفادى هجمات سو اللي بتهجم عليه وبتكون عايزه تقتله، ولكن لينج بيبدا يعرفها ان هو مستحيل يقاتلها، فبتتضايق جدا وبتجهز هجمه ناريه علشان تقضي عليه، ولكن بتقرب منه ومش بتقدر تهجم عليه، فبيحضنها وبيعرفها ان هو مستحيل يهجم عليها لان هي بتكون صديقته المفضله. فسو بتتضايق جدا وبتبدا تعيط، بتعرفه ان هي خايفه عليه لان المعلم عايز ينهي على حياته. في الوقت ده بتوصل ليه، بتكون حاسه بالغيره وبتقول لها بعيدي عن زوجي. بعد كده سو بتبدا تعرفهم كل حاجه، بتعرفهم ان المعلم بتاعها امرها ان هي تحصل على قوه لينج باي طريقه، بتحكي لهم عن قوه المعلم ديت وان المعلم ده بيكون في مرحله التاسعه التكثيف، وحرفيا هيوصل للي بعدها وهي الخلود، وهيحصل وهو عايز يحصل على قوه لينج ان هي بتكون قوه السلف الاول. فلينج بيقول لها طب ليه ما نهجمش عليه احنا الثلاثه ونقتله؟ فسو بتعرفوا ان ده مستحيل لان المعلم في مرحله تانية وان من سبب المستحيل ان هما الثلاثه يقدروا يقضوا عليه. فليه بتعرفهم ان هما حاليا ما عندهمش غير خيار واحد، ان هما يتطوروا ويتدربوا علشان يقدروا يهزموا ذلك العجوز. وفعلا الثلاثه بيتفقوا ان هما لازم يطوروا من نفسهم في اسرع وقت علشان يقدروا يقضوا على ذلك العجوز. بنروح للمعلم وبيكون قاعد سامع كل اللي بيحصل وبيكون متحمس جدا وبيقول انا هستنى الفيران لحد ما تتطور. بعدها بنرجع لسو، بتعرفهم ان هما لازم النهارده ياخدوا استراحه اولا ومن بعدها يبداوا تدريب قاسي جدا. فلينج بيمسك ايد لي، بيعرفها ان هما فعلا لازم ياخدوا استراحه. فلي بتفرح جدا وبتقول له فعلا. بتبدا تتخيل ان هما على الشاطئ وبيجروا ورا بعض وبيعيشوا حياه رومانسيه
فيها جدا. فسو بتتضايق جدا وبتقول ركزوا معايا، ولكن لينج بيكون قاعد مركز مع لي وبس. فبتتضايق وبتضربه، بتعرفوا ان هم لازم يتدربوا لان العجوز ديت لو اكتشف امره فهم هينتهوا. بعد كده لينج بيروح لغرفة الاوتيل وبيكون مستني لي، بيكون متحمس جدا لما بيلاقيها خارجة من الحمام وبيقول لها انا مستعد لفعل البونجا بونجا، ولكن بتضربه، بتقول له مش وقته، مفيش وقت للرومانسية، احنا لازم نتدرب. بتعرفه ان هي هتطلب منه مهمة واحدة لو نفذها فهي هتكون ملكه اليوم. فبيتحمس جدا وبيقول لها تمام هنفعل البونجا بونجا، ولكن ليه بتمسك ايده وبتعرفه ان هو لازم الاول يستخرج سلاحه الاسطوري من الطاقة الروحية لديه. فبيقول لها ازاي؟ فبتقول له كده وبتبدا تستخدم طاقتها الروحية في كل مكان. بعدها بتجرحه بالسيف الاسطوري بتاعها وبتبدا تدخل الطاقة الروحية داخل ايده، وبتعرفه ان السلاح الاسطوري اللي هو هيستخرجه من طاقته الروحية ده بيحتوي على شيطان، فهو لازم يكون قوي ويقدر يسيطر عليه. فبيتخيل ان الشيطان ده بيقرب من حبيبته فبيتضايق جدا، ولكن ليه بتضربه وبتفوقه. وفعلا بطلنا بيبدا يستخدم طاقته ومره واحده بيظهر السلاح، ومره واحده بتظهر موزة اسطوريه، قصدي السلاح الاسطوري يا صديقي خاص بلينج. فليه اول ما بتشوف ان السلاح الاسطوري عباره عن فتاه في قمه الجمال فبتكون مصدومه، لان السلاح ده بيكون اسطوري من الطراز الاول. ايوه ما واضح. بعد كده لينج بيسالها هي مين، فبتعرفوا ان هي السلاح الاسطوري بتاعه وان هي هتكون في خدمته طوال الوقت. بتعرفوا ان طاقته الحاليه قليله جدا فهي لازم تختفي، وفعلا بتختفي. بعدها ليه بتكون غيرانه جدا لان السلاح الاسطوري بتاع لينج بيكون على شكل فتاه في قمه الجمال، بتكون حاسه بالغيره. وتاني يوم لينج بيكون ماشي في المدينه ومره واحده بيطلع عليه الواد السمج، والمره دي بيكون معاه شخص وفتاه بيكونوا من الواضح ان هم بيستخدموا الطاقه الروحيه، وبيعرفوا ان هو عنده خيارين، يا اما يموت حاليا يا اما هيطلب اي مبلغ هو يديهوله مقابل انه يسيب حبيبته ليه. فلينج بيتصدم، بيقول له ليه بتكون زوجتي المستقبليه مستحيل اتخلى عنها. فالواد السمج بيتضايق جدا، بيؤمن الشخص والفتاه ان هم يهجموا على لينج. فلينج بيتصدم، مره واحده الشخص والفتاه دولت بيبداوا يهجموا على لينج، ولكن قبل ما يوصلوا له بيوصلوا سو ولي بيبداوا يهجموا على الشخص والفتاه ديت. ولكن الشخص والفتاه دي بيكونوا بيستخدموا بعض التعاويذ اللي بتكون محرمه جدا، بيستخرجوا كائن شيطاني بيبدا يمسك لي وسو وبيكتفهم. سو ولي بيكونوا مصدومين جدا ومش عارفين يحرروا نفسهم. في الوقت ديت الواد السمك بيكون فخور بنفسه جدا وبيأمرهم ان هم يقتلوا لينج. وفعلا الشخص ديت بيهجم على لينج، فلينج بيتفادى هجمته وبيطير، ولكن الفتاه بتقدر تسيبه وبتوقعه على الارض. بعدها الشخص ديت بيقرب منه وبيعرفه ان هو مهاراته ضعيفه جدا بالنسبه له، وبيقرب السهم منه علشان يقتله. سي ولي بيكونوا مصدومين جدا وخايفين على لينج. مره واحده لينج بيستخدم طاقته الروحيه، بتظهر السلاح وبيظهر المزه الاسطوريه، قصدي السلاح الاسطوري يا صديقي، بيقدر ينقذ كانج. ومش بس كده، كمان بيتصدى للشخص ديت وبيعلمهم الادب، وكمان بيفك سو ولي. فالفتاه بتكون مصدومه بتحاول، ولكن لي بتقابلها بقلم على وشها. فاخوها بيكون مرعوب جدا بيجري على لي وبيطلب منها السماح لان الشخص ديت هو اللي طلب منهم ان هم يعملوا كده. فسو بتقرر ان هم تسيبهم وبتقول لهم امشوا. فالفتاه والشخص بيبداوا يهربوا من مكان زحفا خوفا من لي. فالواد السمك بيكون مصدوم ومش مصدق ايه اللي بيحصل، وبيطلع يجري من المكان وبيكون مصدوم ومش مصدق ايه اللي بيحصل له. في الوقت ديت سو ولي بيقربوا من لينج، والاتنين بيكونوا خايفين عليه وبيقول له انت بخير يا حبيبي. فلينج بيكون متوتر جدا، بيبداوا الاتنين يتنافسوا وكل واحده تقول للتانيه ان ديت زوجي. فلينج بيتصدم بيطلع يجري، فالفتيات بيطلعوا يجروا وراه ويتخانقوا على لينج. وهو واقف عند لينج بيكون مصدوم جدا وبيكون معجب جدا بالخادمه بتاعه لينج، وبيكون مش عارف ان هي اصلا سلاح سري، وبيطلب من الخادم بتاعه ان هو يجيب له فتيات لابسه لبس صيني قديم. وفعلا بيجيب له فتيات بيبداوا يخدموه وبيبدا يغيظ لينج. فلينج بيأمر ان السلاح الاسطوري بتاعه يخدمه، وفعلا الفتاه بتبدا تخدمه وتقرب من لينج. فسو ولي بيحسوا بالغيره وبيقربوا من لينج هم كمان. فيعني الواد السمك بيتصدم لما بيلاقي ان لي بتعرفوا ان لينج بيكون زوجها المستقبلي، وانه لو اتعرض له مره تانية او حاول يأذيه باي شكل من الاشكال فهي هتقضي عليه وتقتله. فيعني الواد السمك بيتصدم لما بيعرف ان هي خلاص بقت لشخص تاني، بيعيط بيطلع يجري وهو منهار، ولكن بيتكعبل وبيقع على وشه. فالخادم يا عيني بتاعه بيجري يطمن عليه. اما لي وسو بيقربوا من لينج وبيأمروا ان السلاح الاسطوري بتاع لينج يبعد عنه، لان لينج بيكون ملكهم هما وبس. فلينج بيكون مصدوم
وبعد كده بنشوف سو وهي بتبص على الموزة الأسطورية، قصدي السلاح الأسطوري، وبتكون مش مصدقة إن السلاح الأسطوري عبارة عن فتاة جميلة، وبتسأل السلاح الأسطوري هو عارف منين لينج، فبتعرفها إن هي عملت عقد مع السيد لينج وإن هي بقت الخادمة عنده، فبتفضل تبص عليها وبتقعد تفكر، وبتعرفها هي لو قربت من حبيبها لينج أو عملت البونجا بونجا فهي هتقتلها لأن لينج ملكها هي وبس. بعد كده بتسأل لينج عن مصدر قوته الحقيقية، فلينج بيتوتر، بيفتكر كلام السلف الأول إنه ما يعرفش أي حد عن مصدر قوته الحقيقية مهما حصل، وعشان كده بيبدأ يألف عليها ويحور ويقول لها أي كلام، فسو بتكون مش مصدقاه وبتقول له تمام. بعدها بتقول له هو احنا هنسمي السلاح الأسطوري ديت إيه؟ فبتقعد تقول أسامي كتيرة، فسو بتقعد تقول أسامي كتيرة، ولكن لينج في النهاية بيختار لها اسم وهو اسم ماجي، فالسلاح الأسطوري اللي هي بقت ماجي بيعجبها الاسم جدا. بعد كده سو بتعرفه ان هي هتروح تتدرب علشان قربت انها تواجه المعلم بتاعها، وفعلا بتمشي عشان تتدرب. في الوقت ده لي بتبص لانج وكمان بتعرفه ان هي هتروح تعمل شوية حاجات وراها وبعدها هترجع له وبتسيبه وتمشي، فلانج بيكون متضايق جدا، وفعلا لي بتاخد بعضها وبتمشي. بعد كده ماجي بتعرفه ان هو كمان ممكن يتدرب علشان يزود قوته، بتعرفه ان هي ممكن توديه العالم الخفي، العالم ديت ان السلف الاول هو اللي عمله علشان يقدر يطور مهاراته، فبيقرر انه يسمع كلامها. وفعلا ماجي بتفتح بوابة والاتنين بينطوا جواها. في الوقت ده بنشوف لي بتكون بتراقب لينج، بتكون لسه ما متشيتش، بتكون متوترة جدا وبتقول اتمنى انك تقدر تحمينا في المستقبل يا عزيزي. بعد كده بنشوف البوابة ديت وهي بتتفتح، بيقع منها لينج وكمان ماجي، ولينج بيكون منبهر من العالم ديت لانه بيكون عالم عامل زي العالم الحقيقي مليان بالورود والازهار، بيكون عالم في قمة الجمال حرفيا. فماجي بتعرفه ان السلف الاول هو اللي صنع العالم ديت، وان كل شبر في العالم ديت عبارة عن طاقة روحية جبارة علشان يقدر يطور نفسه ويرتفع في المستوى في اقرب وقت. وكمان بتعرفه ان السلف الاول عطاها بعض الطاقة الروحية من حياته علشان لما يجي شخص حفيده يستحق ذلك القوة فهي تديها له. بتعرفه ان هي كمان هتديله الطاقة الروحية اللي السلف الاول كان مديها لها، فبيتفاجئ وبيقول لها هي قوتي الحالية مش كافية، فبتعرفه ان قوته الحالية ولا حاجة بالنسبة لقوة السلف الاول، وبتعرفه ان قوته اللي هو بيستخدمها حاليا هي مجرد المراحل الاولى من الطريق الخلود، فبيكون مصدوم ومش مصدق نفسه. بعدها بتعرفه ان الطاقة الروحية وخصائصها، وبتبدأ تعرفه عن حاجات كتيرة جدا وازاي الاشخاص بيقدروا يستخدموا الطاقة الروحية ويقدروا يطوروا منها علشان ينقذوا بعض الاشخاص الغاليين على قلبهم. بعد كده ماجي بتقرب من لينج وبتقلعه الجاكيت والتيشيرت، فلينج بيكون متوتر وبيقول لها لا انا مستحيل افعل البونجا بونجا، فبتعرفه ان هي هتديله الطاقة الروحية لديها، فبيكون محرج جدا ولكن بيسكت. وفعلا ماجي بتقرب منه وبتبدأ تحط ايديها على بطنه علشان تنقله الطاقة الروحية، فلينج بيكون قاعد بيضحك ومش قادر يمسك نفسه، فبتسأله مالك يا سيدي لو مش عايز الطاقة الروحية، فبيكون محرج جدا وبيعرفها ان هو مستعد، فبتعرفه ان هو لازم يركز علشان يستوعب الطاقة الروحية. وفعلا بيبدأ يركز والطاقة الروحية بتبدأ تتدفق داخل جسد بطلنا يا صديقي لانه بدأ يركز. وبعد ما بيخلصوا لينج بيكون حاسس ان طاقته الروحية زادت كتير، فماجي بتعرفه ان طاقته حرفيا زادت 1% لان الطريقة اللي هي استخدمتها بتكون طريقة عادية جدا، بس هي ممكن تستخدم طريقة تانية هتكون مؤلمة بعض الشيء بس هتزود طاقته حوالي 90% في اسرع وقت، ولكن الطريقة ديت هتكون مؤلمة بعض الشيء، ولكن لينج بيعرف ان هو هيستحمل مهما حصل. فبتقول له تمام هنبدأ في المرحلة التانية، فبيقول لها تمام. وفعلا بتبدأ تدس الطاقة الروحية يا صديقي داخل جسمه بكمية كبيرة جدا لدرجة ان جسم لانج بيألمه لدرجة ان هو بيحس ان هو بيتحرق حرفيا، بيفضل يتألم ويصرخ. فماجي بتخاف عليه وبتقول له ممكن نوقف، ولكن لينج بيرفض وبيقول لها استمري. وفعلا بتفضل تستمر وتدخل الطاقة الروحية داخل جسمه، ولينج قاعد يصرخ من الألم ويصرخ من العذاب والألم. وبعدها بتمر بعض الأيام اللي بطلنا حرفيا بيستحمل طاقة جبارة، وبعد ما بيخلص لينج بيكون مستغرب لأنه بيكون حاسس إن داخل جسمه حرفيا طاقة مهولة جدا من الطاقة الروحية. في الوقت ديت في كائن بيحس بالطاقة الروحية بتاعت لينج، فبيقرر إنه يهجم عليه من الخلف. في الوقت ديت ماجي بتحذره، فلينج بمجرد إنه بيرفع إيده حرفيا بيدمر الشجرة ديت وبيوقعها على الأرض. فلينج بيكون متفاجئ من قوته لأنه حاليا بقى في المستوى الثالث من الخلود الأبدي وبقى قوي جدا، يعني بقى أقوى من أجدع
اجدع بشري في العالم بتاعه. فلينج بيكون منبهر جدا، بيبدا يستخدم طاقته الروحيه يا صديقي، بيطلع له جناحات وبيبدا يطير في العالم الخفي، وبيكون في منتهى السعاده لانه كده هيقدر يحمي حبيبته ليه وينقذها من ذلك العجوز. في الوقت ديت لينج بينزل على الارض، بيلاقي تليفونه بيرن، بتكون ليه، فبيكون متفاجئ لان في شبكه ويقدر يتواصل مع ليه وبيكون مصدوم. بعد كده بنشوف ليه ولينج وماجي هم واقفين قدام المتجر ده. لينج بيكون مصدوم لان المتجر ده بيكون للزوجين ولفعل البونجا بونجا يا صديقي. فلينج بيكون مصدوم وبيقول لها واحنا هنعمل ايه هنا في المتجر ده، فبتعرفوا ليه ان المتجر ديت للمتطورين، فبيكون مصدوم. بعدها ماجي بتساله هي ايه البونجا بونجا، فبيكون مصدوم وبيبدا يقول لها اي كلام ويضحك عليها. بعدها بيدخلوا المتجر. في الوقت ديت نائبة المدير والعمال بيشوفوا لينج ولي وماجي فبيرحبوا بيهم، بيعرفوهم ان اي غرض هم عايزينه هيلاقوه في المتجر ديت. وفتاة الارنب ديت بتبدا تشغل موسيقى وبتبدا ترقص وبتقول انتوا هنا المفروض تستمتعوا بوقتكم. في الوقت ديت ليه بتتضايق جدا، بتستخدم قوتها وبتدمر الجهاز. فالموظفين بيتصدموا لما بيعرفوا ان ليه هي متطوره. في الوقت ده ليه بتطلع البطاقه الذهبيه للمتجر ديت وبترميها. فالموظفه بتكون مصدومه لان ديت بتكون احد المتطورين الاقوياء اللي عندهم الصلاحيه لا تنتهي من المكان هنا. فبتكون مصدومه وبتجري تعتذر منها. بعدها بتعرفها ان هي هتبلغ المدير علشان يخدمها بنفسه وبيطلب منها ان هي تتبعه. فلينج وماجي بيكونوا عايزين يروحوا معاها ولكن الموظفين بيوقفوهم، بيعرفوهم ان البطاقه ديت لليه فقط. فليه بتنادي على لينج، بتعرفه ان هو ممكن يلف في المكان وهي هتجيب شيء وترجع له على طول، وفعلا بتسيبه وتمشي. بعد كده الموظفه اللي لابسه لبس الارنب ديت بتبص على لينج وبتقرر ان هي تنصب عليه وتضحك عليه. بعدها بتقرب من لينج وبتعرفه ان هم عندهم كنوز كتيره جدا غاليه الثمن وانه ممكن يبص بصه او يشتري اي حاجه. فلينج بيتفاجئ جدا وبيتحمس، بيقول لها تمام. وبعد كده فتاة الارنب بتاخده للمخزن ديت، بتوري له معدات كتيره سحريه، فبيعجبه الرداء السحري ديت وبيسالها عن مميزاته. ففتاة الارنب بتعرفه ان الرداء ديت سحري يقدر يحميه من جميع الهجمات السحريه والهجمات اللي فيها الطاقه الروحيه، وان الرداء ده عامل 55 عمله ذهبيه. فلينج بيتفاجئ لانه بيكون حرفيا معاه 40 عمله فضيه، فبيرفض يشتريه وبيمشي. ففتاة الارنب بتتضايق جدا لانه تجاهلها وبتقول انا لازم انصب عليه واضحك عليه باي حاجه. بتعرفوا ان هم عندهم جميع الاسلحه السحريه اللي ممكن تنفعه وكمان رخيصه السعر. فلينج بيبص على ماجي وبيقول لها ايه رايك، فبتقول له تمام نلقي نظره. بعدها فتاة الارنب بتوديه عند عدد كبير جدا من الاحجار اللي ممكن يشتريها. بتعرفوا ان هو ممكن يجرب حظه ويشتري حجر ويقسمه نصين، وممكن بعدها يطلع نوع نادر جدا من المعادن يقدر يصنع بيه سلاح روحي جبار. ولكن لينج بيكون مش عاجبه اي حاجه ومش مهتم. ففتاة الارنب بتتضايق اكتر. بتعرفوا ان هم عندهم اسلحه سحريه ممنوعه بس هي هتوريها له لانه جاي تبع ليه. فبيقول لها تمام وفعلا بتاخده للمكان ديت. بعدها بنروح عند المدير اللي هو بيكون ماسك البطاقه الذهبيه لدى ليه، وبيكون متفاجئ جدا لان البطاقه ديت بتكون فعلا حقيقيه وان البطاقه ديت تبع لعيله ليه المتطورين. فبيقول لها امرك عاوزه مني ايه، فبتعرفوا ان هي عايزه كنز ذلك المتجر، اغلى شيء يعني يمتلكه المتجر. فالمدير بيتصدم وبيقول لها تمام وفعلا بيروح علشان يجيبه لها. في الوقت ده المساعد بتاعه بيقول له يا مدير هو انت فعلا هتديها اغلى شيء عندنا في المتجر؟ فبيقول له ما عندناش اي خيار تاني، ليه من عيله كبيره جدا وغنيه حرفيا ممكن تدمر المتجر ديت غير قوتهم المتطورين، فاحنا لازم نسمع كلامهم ونديها القلاده الذهبيه. بعد كده بنروح للينج اللي بيكون في غرفه تانية، وفتاة الارنب بتعرفوا ان هنا في اسلحه نادره جدا ومميزه جدا وبرده في اسلحه عديمه الفايده وانه لازم يختار بحكمه وكويس جدا هو هيشتري ايه. فلينج بيتوتر ولكن فعلا بيبدا يبص على الاسلحه الكتيره ويبدا يدور على سلاح مميز جدا. وفتاة الارنب بتكون متوتره جدا للينج يختار سلاح مميز جدا وجامد. في الوقت ده لينج بيكون مش عارف يختار، فبيطلب من ماجي ان هي تختار صندوق عشوائي، وفعلا ماجي بتقرب وبتختار صندوق عشوائي. ففتاة الارنب بتفرح جدا وبتقول انتوا متاكدين انكم عايزين نوع السلاح اللي في داخل الصندوق ديت؟ فلينج بيقول لها اكيد. ففتاة الارنب بتفرح جدا، بتعمل تعويذه على الصندوق وبتفتحه وبتلاقي ان ديت سلاح دم التنين. ففتاة الارنب بتفرح جدا
لان السلاح ده بيكون عديم الفايدة ورخيص جدا ومحدش بيشتريه. ولكن لينج اول ما بيشوفه بيلاقي ان السلاح ديت مصدي، بس ماجي بتعرفه ان السلاح ديت يحتوي على دم التنين الاحمر، وان السلاح ديت لو اتفعل هتكون قوته جبارة جدا، وان المضيف بتاعه يحتوي على مهارات سحرية. فلينج بيوافق انه يشتريه وفعلا بيشتريه. بعدها بنشوف لينج ولي وماجي وهم ماشيين وبيكونوا خرجوا من المتجر. فتاة الأرنب بتكون فخورة بنفسها جدا لانها قدرت تضحك على لينج وعملت صفقة جيدة جدا ونجحت في صفقتها. فالمدير بيسألها هي باعت ايه لينج، فبتعرفوا ان هي باعت السلاح الدم التنين الاسطوري ب 22 عملة ذهبية بس. فيعني المدير اول ما بيسمع الكلام ده بيتصدم، لان يا صديقي السلاح ده بيكون اسطوري وبيكون غالي جدا لدرجة ان مفيش اي حد يقدر يشتريه. بعدها بنروح لسو وهي بتقابل معلم العجوز. فالمعلم بيسألها هل هي خلصت مهمتها وخلصت على لينج، فبتتفاجئ بتعرفوا ان هي فشلت في المهمة. فالمعلم بيبدأ يضحك، بيعرفها من الممكن ان هو يكون اقوى منها. هل هي فعلا خانته؟ فبتقول له قصدك ايه يا معلمي؟ فبيقول لها الموضوع واضح زي الشمس، انت تعاونتي معاه علشان تخلصي مني. فسو بتتصدم وبتقول له لا يا معلمي ما اقدرش. فبيعرفها ان هو عارف كل شيء وان هو كان بيراقبها في كل مكان هي بتروحه، خلاص كشفها قدامها. فبتتضايق وبتقول له ايوه يا عجوز. فبيتضايق جدا وبيقرر انه يخلص عليها وبيستعد وبيهجم عليها. ولكن سو بتتصدم وبتقرر ان هي تهرب وبتبدا تتفادى هجماته وتهرب من المكان. ولكن المعلم بيفضل وراها وبيقول انا لازم اخلص عليها وامتص طاقتها الروحيه. بتروح للي وهي ماسكه السلاح الاسطوري اللي لينج اشتراه، بتكون فخوره جدا باختياراته، بتحدف له السلاح فبيمسكه وبيكون لسه مش متاكد ان السلاح ديت بيكون اسطوري. بعدها ماجي بتعرفه ان السلاح ديت متعدد المهارات هيقدر يساعده كتير في القضاء على العجوز. بعدها ماجي بتبدا تعرفه ان السلاح ديت كان مع السلف الاول وهو اللي صنعه، وبتحكي له ان السلف الاول صنع السلاح ديت علشان يقدر يقضي على ملك التنانين الاحمر بالسلاح ديت، وان حاليا السلاح ديت متلطخ بدم التنين الملك، فهو هيحصل على قوة جبارة لازم يستخدمها. فلينج وسو بيكونوا متفاجئين جدا. بعدها لينج بيبدا يستخدم طاقته الروحية ويحطها في السيف، ومرة واحدة بيفعل تعويذة ولينج بيتقسم لتلاتة، وبيكونوا التلاتة لينج نفس الوقت، والتلاتة بيكونوا شخصية واحدة وهي لينج. فماجي وليه بيكونوا مصدومين جدا ومش عارفين يفرقوهم عن بعض. بعدها لينج بيبدا يتحكم في الثلاث نسخ بتاعته. بعدها لينج بيقرب من ماجي علشان يشكرها، ولكن مرة واحدة بيسمع صوت وبتكون سو بتتخاطر عبر العقل بتعرفوا ان هم اتقفشوا وان العجوز بيجري وراه علشان يخلص عليها، وان هم لازم يقضوا على العجوز في اقرب وقت. فلينج بيتصدم بيعرف ليه بالموضوع وبيقول لها انا لازم اروح انقذ سو. فليه بتوقفه بتساله هل هو هيقدر يهزم العجوز ديت ويقضي عليه، فبيقول لها بالتاكيد. فبتقرب منه بتديله الكنز اللي هي اشتريته من المتجر يا صديقي اللي هو بيكون قلاده، بتلبسها له وبتعرفوا ان هي واثقه فيه علشان بعد ما يخلصوا على العجوز ديت هم لازم يعملوا حفل زفاف. فلينج بيتوتر وبيوعدها بذلك، وبيقرروا هم الثلاثه يروحوا علشان ينقذوا سو ويدمروا الكاهن العجوز. بعدها بنروح للعجوز وهو قاعد بيهجم على سو وقاعد بيلعب معاها وبيعرفها ان هي مستحيل تهرب منه وفي النهايه هيقضي عليها، وبيبدا يفكر ازاي هينح عليها بكل سهوله. اما سو بتكون قاعده بتتفادى هجمته وهي بتتمنى ان لينج يجي ينقذها في اقرب وقت. بعدها العجوز بيبدا يستفزها وبيعرفها ان هي عديمه الفايده، وان هو بعد ما رباها ولمها من الشوارع واداها طاقه جباره في النهايه بتخدعه، وبيبدا يضحك ويستفز فيها. ومره واحده بيغفلها وبيحاصرها من النار، بيعرفها ان هي خلاص نهايتها قربت. فسو بتتصدم بتجهز سلاحها الاسطوري وبتستعد علشان تقاتل المعلم. فالمعلم بيضحك وبيعرفها ان دلوقتي التلميذه عايزه تقاتل المعلم بتاعها، وبيجري يهجم على سو. فسو بتكون مصدومه من سرعته، ولكن المعلم بيكون مش عارف ان وراه بيجي لينج وبيهجم عليه بطاقته الروحيه وبيضربه وبيقدر يبعده عن سو. بعدها لينج بيقف مع سو وكمان نسخه من لينج بتقف مع لي، والاربعه بيستعدوا علشان يهجموا على المعلم. في الوقت ده المعلم بيتضايق وبيهجم على النسختين من لينج، ولكن سو وليه بيتصدوا ليهم، بس المعلم بتكون قوته جباره يا صديقي وبيقدر يطيرهم، بس نسختين لينج بينقذوهم قبل ما يقع على الارض. بعدها النسختين بيبداوا يهجموا على المعلم بهجمات سريعه جدا بكل سهوله، فالمعلم بيكون متضايق جدا. في الوقت ده سو وليه هم كمان بيهجموا على المعلم، والاربعه بيبداوا يهجموا على المعلم بهجمات سريعه جدا، ولكن المعلم بيكون عامل حاجز بيحمي نفسه، مفيش ولا هجمه يا صديقي
صديقي بتوصل له وبيقعد يضحك عليهم. فنسخ لينج ولينج ولي وسو بيكونوا متضايقين جدا، بيقعدوا يهجموا باقوى مهارات عندهم ولكن مفيش اي فايده. في الوقت ده المعلم بيتضايق وبيفك الحاجز وبيقرر انه يهجم عليهم ويخلص عليهم، ولكن مره واحده بيلاقي طعنه في صدره. ايوه يا صديقي، لينج الحقيقه يا صديقي بيكون وصل، وان كل اللي كان بيحصل دول عباره عن نسختين منه، ولكن المعلم بيكون متضايق جدا لان لينج قدر يضحك عليه بس ما خلصش عليه. فبيجري على لينج وبيمسكه يخنقه وبيعرفه ان دي نهايته وبيخلص عليه، ولكن دي يا صديقي بتكون نسخه من لينج، ولينج الحقيقي بيظهر من وراه بيغفله بيجرحه وبيبعد عنه. ودي طبعا يا صديقي بتكون مهاره من مهارات لينج وسيف دم التنين، لان المهاره ديت بيقدر ينقل روحه لاي نسخه هو عايزها في لمح البصر. في الوقت ده المعلم بيكون متضايق جدا، بيقرر انه يستخدم تعويذه محرمه، وفعلا بيستخدم تعويذه محرمه علشان يقدر يمتص روح لينج ولي وسو ومهاراتهم وطاقتهم الروحيه. فبيكونوا مصدومين بيحاولوا يتماسكوا، ولكن حرفيا روحهم الصديقي بتتسحب من جسدهم، فبيكونوا مصدومين وعلى وشك ان هم يفقدوا حياتهم. في الوقت ده لينج بيستخدم المزه الاسطوريه، قصدي السلاح الاسطوري ماجي، بتعمل حاجز قوي جدا وبتبدا تتصدى للمعلم. فالمعلم بيكون مصدوم جدا لان هجماته كلها الحاجز بتاع ماجي بتصدها، فبيبدا يهجم على ماجي بكل غضب، ولكن ماجي بتبدا تتصدى ليه. ماجي بتعرف لينج والبقيه ان هي مش هتقدر تتصدى للمعلم ده بسبب طاقه لينج الروحيه الضعيفه، فهي هتحاول تضيع وقت عقبال ما هم يهربوا. وفعلا لينج ولي وسو بيقرروا ان هم يهربوا، وفعلا بيهربوا من المعلم. بعدها لينج بيستدعي ماجي قبل ما طاقتها الروحيه تخلص، وبيقرروا ان هم يهربوا لانهم مش هيقدروا يقضوا على المعلم في الوقت ديت. ولكن المعلم بيبدا يدور عليهم بكل غضب، بيعرفهم ان هم مستحيل يهربوا منه، واقل من ثانيه يا صديقي المعلم بيكون وصل عندهم وبيبدا يضحك عليهم وعلى غباهم لانهم مش هيقدروا يهربوا منه ابدا. في الوقت ده الكائن بيهجم عليهم، ولكن سوب بتستخدم مهاره محرمه يا صديقي، وهي مهاره سلاسل الجحيم، وبتبدا تفعلها وتثبت المعلم في مكانه. فالمعلم بيكون مصدوم. في الوقت ده لينج يا صديقي واللي بيبداوا يهجموا على المعلم بهجمات سريعه، ولكن المعلم بكل سهوله بيقدر يكسر التعويذه ويهجم عليهم ويدمرهم. والمعلم بيقعد يضحك على غباء سو وبيعرفها ان التعويذه اللي هي عملتها ديت تعويذه مش حقيقيه، لان هي تعويذه اي كلام قدر يدمرها بكل سهوله. فبتصدم لان التعويذه ديت هي سرقتها من الكتاب المحرمه اللي هو كان كاتبه، فبيعرفها ان هو اصلا ما كانش واثق فيها، وان الكتاب اللي هي سرقته ديت ده كان كتاب مزيف، وان الكتاب الحقيقي موجود في مكانه، وبيقعد يضحك عليهم. فالسو بتشوف الكتاب الحقيقي وبتكون في قمه الصدمه، والمعلم بيبدا يضحك بكل جنون. بعدها المعلم بيقرر وفعلا بيستخدم تعويذه محرمه عشان يقدر يعملها. قتل عدد كبير جدا من البشر الابرياء. في الوقت ده سو ولي ولينج بيقرروا ان هم يهربوا، وفعلا بيستخدموا تعويذه وبيختفوا من المكان. بتظهر ماجي وبتبدا تتصدى للمعلم اللي بيكون متضايق جدا منها لان هي دايما بتعترض طريقه. اما ابطالنا بيكونوا بيجروا وسط الغابه بقى. فالمعلم بعد ما دمر ماجي بيبدا يجري ويضحك عليهم وبيبدا يستفز فيهم، بيعرفهم ان هم عديمين الفايده ومهما حاولوا ان هم يهربوا في النهايه هيقدر يخلص عليهم. بيبدا كمان يكلم سو، بيعرفها السبب الحقيقي لقتل اعز صديقه ليا وهي فتاه الافعى، بيرجعها بالماضي. بيعرفها ان القريه بتاعتها كان دايما الاطفال اللي فيها يتنمروا عليها، وانه اول ما شافها اتصدم من قوتها الجباره لان جسدها بيكون يحتوي على طاقه روحيه جباره، وعشان كده هو قرر انه يدخل بين البشر كانه عالم فلك. دخل وضحك على البشر وهمهم، وبعدها خلص عليهم. كمان ضحك عليها ووهمها ان اعز صديقه ليها وهي فتاه الافعى هي اللي قتلت اهل القريه وعيلتها، واجبرها ان هي تخلص على اعز صديقه ليها وقتلتها وقتلت اهلها. وبعدها خلاها تلميذه عنده وتقتل الابرياء بدون رحمه. بيعرفها ان هي عباره عن اداء في ايده بيتحكم فيها. بنرجع لسو اللي بتكون سمعت كل حاجه، عرفت حقيقتها وعرفت حقيقه تدمير عيلتها وعز صديقه ليها، فبتقع على الارض ومش مصدقه ان هي دمرت نفسها ودمرت قريتها بايديها. فبتكون في قمه غضبها وبتقرر ان هي تدمر ذلك المعلم باي طريقه، وبتقرر ان هي تهجم عليه بكل سهوله وبتروح عند المعلم. فلينج بيتصدم بيحاول يوقفها ولكن بيفشل. في الوقت ده المعلم بيكون قاعد شايف اللي بيحصل، وبيكون شايف تنين طاير في الجو بيكون متجه حواليه. بتكون سو يا صديقي بتستخدم كل قوتها علشان تقضي على المعلم، ولكن المعلم برفعة صابع بيقدر يصد هجماتها بكل سهوله. فبيستخدم
بيستعد عشان يخلص عليها، ولكن مرة واحدة بيلاقي ان السيف دم التنين مغروس في صدره فبيتصدم. وده بيكون لينج يا صديقي بيكون استخدم احد مهارات السيف وهي التلاعب بالشخص وقدر يجرحه. فالمعلم بيكون في قمة غضبه، فالمعلم بيتصدم، بيقرر انه يستخدم اقوى تعويذه هو اتعلمها لحد دلوقتي علشان يقضي عليهم. ولكن بعدها يا صديقي بنروح للطياره ديت اللي بتكون طايره في الجو، وبيكون داخلها الواد السامج يا صديقي، فاكره؟ اوعى تكون نسيته. بيكون قاعد في الطياره وهو قاعد بيشرب، وبيكون هيسيب اليابان باللي فيها علشان الفتاه اللي هو حبها رفضته للمره الكام انا مش فاكر. وبيكون مبسوط جدا بالطياره الخاصه اللي هو قدر يشتريها، وبيكون الخدم بيخدموه في كل حته. ولكن مره واحده بتحصل عاصفة جوية يا صديقي، والطيارة بتفقد توازنها وبتكون هتقع. فكل الخدم حرفيا اللي في الطيارة بيتخلوا عن الواد السمج وبياخدوا الباراشوتات وبينجوا بحياتهم. فالواد السمج بيكون مصدوم، بيمسك في الخادم بتاعه المخلص وبيقول له هو احنا هنموت ولا لا؟ انا مش عايز اموت دلوقتي. فالخادم بيشوف واحد باراشوت وبيمسك الواد السمج وبينط من الطيارة على اخر لحظة. في الوقت ده بنشوف العاصفة وهي بتلف حوالين الطيارة، وبتكون العاصفة ديت بتكون من لي اللي بتكون قررت ان هي تستخدم تعويذه محرمه وهي طبيعه الكوارث، مع ان هي خطيره جدا وممكن تنهي على حياتها، بس لازم تنقذ حبيبها لينج. وبتبدا تتحكم في الطياره وتوجهها. بعدها بنروح للمعلم اللي بيبدا يستخدم التعويذه علشان يخلص على لينج. فبيشوف الطياره وهي جايه، فبيكون فاكر ان ديت التعويذه المحرمه لانه ما جربهاش قبل كده، ولكن دي بتكون ليه يا حبيبي، بتكون جايه ومعاها طاقه جباره جدا من البرق علشان تقضي عليك. فالمعلم بيتصدم، بيحاول يتصدى ليها، ولكن الطيارة بوم بتخبط فيه وبتتدمر بالكامل. بعدها ليه بتجري على المعلم اللي بيكون لسه على قيد الحياة وما تأثرش كتير، بتهجم عليه، ولكن المعلم بيمسكها وبيضربها. فلينج بيمسكها قبل ما بتقع، فبيلاقيها ان هي فقدت الوعي، فبيكون متضايق جدا بيصرخ. فالقلادة اللي هو لابسها بتتفعل يا صديقي. مرة واحدة المعلم بيكون متضايق جدا، بيقرر ان هو يقتلهم هما الاتنين وبيجري اتجاههم، ما يعرفش ان هو خلاص نهايته قربت. في الوقت ديت لينج بيمسك سيف ليه، فالمعلم بيهجم عليه. مره واحده المعلم بيلاقي نفسه ان هو بينزف، بيلاقي ان ايده طارت. ايوه لينج يا صديقي بيكون اصابه. فالمعلم بيكون مصدوم، بيقرر ان هو يستخدم تعويذه محرمه، فبيتعصب، بيبدا يسرق روح لينج ولي وسو. فبيكونوا مصدومين، بيحاولوا يقاوموا، ولكن بتكون التعويذه اقوى منهم وبيبدا يمتص في روحهم. ولكن كالعاده يا صديقي المزه الاسطوريه ماجي بتكون وصلت يا صديقي، وبتبدا تتصدى للمعلم، ولكن المعلم بيكون جاب اخره، بيدمرها في لمح البصر. في الوقت ديت ليه بتكون خلاص هتفقد حياتها، ولكن بتقرر ان هي تضحي بحياتها، بتجمع كل قوتها البارقه يا صديقي وبتهجم على المعلم. فالمعلم بيمسكها وبيبدا يمتص في روحها. فلينج بيتصدم، بيجري علشان يلحقها، ولكن بيكون خلاص الوقت فات يا صديقي. ليه بتكون خلاص فقدت حياتها، بتقع على الارض. فلينج بيجري عليها وبيحاول يفوقها، ولكن بتكون خلاص يا صديقي ليه فقدت حياتها. فلينج بيقعد يصرخ وهو محروق على حبيبته اللي فقدت حياتها علشان تنقذ حياته. في الوقت ده المعلم بيجري علشان يخلص على لينج هو كمان، ولكن لينج حرفيا بتكون خلاص طاقته يا صديقي اتفجرت، بيطلع له جناحات وشعره بيطول. ايوه السلف الاول يا صديقي قوته بتظهر وبتكون مع لينج بيحصل على قوه السلف الاول بالكامل، بيكون حرفيا مش شايف اي حد قدامه. في الوقت ده سو هي كمان بتستخدم تعويذتها المحرمه وبتهجم على المعلم لدرجه ان هي بتخترق ايد المعلم بيكون مصدوم، بيحاول يتصدى ليهم، ولكن بتكون خلاص نهايتك قربت يلا. في الوقت ده لينج بيهجم عليه بكل قوته، وحرفيا المعلم يا صديقي بيتم تدميره وبيتنسف، واخيرا بيتم القضاء عليه نهائيا. بعدها لينج بيجري على لي، بيفضل يصرخ وينادي باسمها، ولكن بيكون مفيش نبض يا صديقي. فبيكون مصدوم، بينادي على ملك القوة يا صديقي، ايوه اللي بيكون ظاهر في الاول. فبيظهر وبيقول له هو انت عايز مني ايه؟ فبيطلب منه انه يحيي ليه من تاني ويرجعها للحياة، استغفر الله العظيم يعني. فاله القوة بيقول له بس انت بشري عادي من الفايدة، هستفاد ايه لما انا اخدمك؟ فبيقول له انا ممكن اديك قوة السلف الاول واديك اللي انت عايزه، حتى لو كنت عايز حياتي، بس المهم ترجع لي للحياة مرة تانية. فاله القوة بيبص له وبيقول له تمام انا هاخد منك قوة السلف الاول. وفعلا لينج بدون اي تردد بيديله القوة، فبيعرفوا ان هو يرجعها له للحياة، بس ديت مرة واحدة، وانه مش هيقدر يساعده مرة تانية طول حياته. فاله القوة بيعرفه ان هو هينفذ طلبه وبيختفي من المكان.
بعد كده بنرجع للطياره اللي متدمره ديت يا صديقي، بنروح للواد السمج اللي بيكون على قيد الحياه، بيكون فرحان جدا لانه لسه على قيد الحياه، والخادم بيكون شايله وبيقول له يلا بينا يا سيدي على البيت. فبيكون فرحان جدا لانه اخيرا هيدور على الحب الحقيقي بعد ما عاش ما ادرك قيمه الحياه، ولكن بيقع على وشه. بعد كام يوم بنروح للمكان ديت، بنشوف سو وهي ماشيه مع لينج اللي بتكون مغميه عينه، فبيقول لها واحنا لسه بدري، فبتقول له قربنا يا عزيزي. وبعدها بيوصلوا عند الشجره ديت، بتشيل الغمامه اللي على عينيه، فبينبهر من جمال المكان ديت، فبتعرفوا ان المكان ديت كانت عايشه فيه هي ووالدتها واهلها. بعدها بتطلب منه ان هو يرحب بوالدتها وابوها المدفونين هنا، فبيتصدم وبيرحب بيهم. بعدها ليه بتعرض عليه الزواج حاليا، فلينج بيتصدم ولكن طبعا بيوافي. بعدها ليه بتقرب منه وبتعرفوا ان هم يفعلوا البونجا بونجا حاليا على رمز حبهم. فلينج لاول مره بيكون في غايه السعاده ومش مصدق نفسه. بعدها بنروح لسو اللي بتكون قررت تروح القريه اللي كانت عايشه فيها من زمان علشان تستعيد ذكرياتها. بعدها هترجع علشان هي كمان تتجوز من لينج. بعدها بنرجع للينج اللي بيعرفها ان هو وقع في حبها من اول ما شافها وانه مستحيل يقدر يعيش من غيرها، فبتعرفوا ان هي كمان كذلك وبتقرب منه وبتقبله. وهنا يا صديقي للاسف الانمي بالكامل بينتهي. فلو تفتكر ان الحكايه انتهت على كده، فاحب اعرفك ان فعلا الحكايه انتهت على كده، بس ما تزعلش لان لسه في انميات اعظم من كده بكتير جايه الفتره الجايه. فما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه علشان انزل لك باقي الاجزاء. اكتب لي في الكومنتات يا بطل نزل انميات جديده كامله عشان اعرف انك وصلت معايا للحظه دي. وسلام.